تحياتي للمشاهدين الكرام وحياكم الله أينما تكونون، لجميع مشاهدين البين عراق نيوز في العراق أو خارجه. مثل ما عودناكم نتجول بكل أسبوع بأحد الأقسام والمديريات التابعة لوزارة الداخلية. اليوم عدسة البين عراق نيوز متواجد في مدينة بعقوبة، اليوم بالتعاون مع قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة محافظة ديالى لبرنامجكم سهرون مجدكم. وحياك الله يا سيادة العقيد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، شرفنا بقناتكم قناه البينه الفضائيه. حقيقه حسب تبليغات السيد معالي وزير الداخليه المحترم والسيد وكيل وزاره شؤون الشرطه المحترم وتبليغات السيد قائد شرطه محافظه ديالى عبر النافذه الالكترونيه وايضا الدائره الالكترونيه بضروره خروج مفارز مديرية المرور العامة وأيضا بالتحديد مفارز مرور ديالى بمحاسبة ساقي المركبات المخالفين منهم وساقي الدراجات النارية وكافة مستخدمي الطرق لمحاسبتهم وعلى إجازات السائق المنتهية الصلاحية، وأيضا لبس حزام الأمان والاقتياد بالسرعة الرسمية ضمن المدن، وايضا الامتثال الكامل لاشارات المرور. حقيقه بسبب الفتره الاخيره وبالاونه الاخيره كثره حالات الحوادث المروريه حقيقه اللي فاقت حوادث العمليات الجنائيه بشكل متصاعد، ومما حدا بالسيد الوزير المحترم لاصدار قوانين وتعليمات جديده بهذا الخصوص. وايضا احنا كقياده شرطه محافظه ديالى واعلام شرطه ديالى ايضا ملزمين بتنفيذ وتغطيه كافه فعاليات نشاط مديريه مرور المحافظه من خلال التجوال معهم وملاحظه عملهم الدؤوب. طبعا حقيقه محافظه ديالى تشهد من المحافظات حقيقه الملتزمه بالاشارات المروريه. الحمد لله عندنا اشارات مروريه عامله لمده 24 ساعه. حقيقه من خلال تجوالنا نلاحظ التزام المواطنين، ايضا احنا نحثهم على التزام اكثر وايضا الالتزام بلبس الامان. حقيقه هذا لانه هو فائدته بالنتيجه. يعني سيادة العقيد اليوم احنا نشوف يعني خلي زميلي المصور جاسم، يعني اليوم السيد مدير مرور ديالى وكل الفلاتر نجد كذلك المساعده لابطال المرور، يعني تعليمات السيد معالي وزير الداخليه المحترم بالاهتمام العالي بكل المواطنين بعموم البلاد، يعني مو نخص احنا بمحافظه ديالى ولكن بجميع المحافظات. هل هناك يعني قسم العلاقات والاعلام توعيه لكل المواطنين؟ نعم ايضا لدينا بروشرات لساقي المركبات باولا قانون المرور وايضا قانون المخالفات اللي خاصه، وايضا تعليمات الخاصه بتسجيل المركبات وايضا تسجيل الدراجات الناريه. طبعا هذا الشيء هو بالنتيجه هو يخص المواطن بالدرجه الاولى، ايضا يعكس مدى التطور الحضاري اللي عندنا احنا بالوقت الحاضر. الحمد لله المحافظه تعيش امن وامان. حقيقه مما دأب بنا هو ايضا هي التزام بقواعد السير، هو ايضا من ضمن الامور اللي حقيقه تعكس مدى التزام المواطن بهذه التعليمات. حقيقه السيد مدير المرور حاليا هو بالحمله ويانا، احنا طبعا الحمله صار لنا يومين والسيد المرور حاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام شلون ان شاء الله بخير. الله يسعدكم على التعاون. سلمك حاضرين احنا والله. يعني اليوم احنا خلال تجوالنا بداخل مدينه بعقوبه شفنا اكثر من فلاتر للمرور موجوده، محاسبه المقصرين، محاسبه الحزام الامان، المتح من اللوحات، الزجاج المظلله، يعني تعليمات السيد معالي وزير الداخليه والسيد واحد مرور المحترم وكل الساده الوكلاء وتوجيه واشراف من لدى قائد شرطه المحافظه اللواء على غريب المحترم بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيهات السيد معالي الوزير المحترم والسيد الوكيل السيد مدير المرور العام وباشراف مباشر من قبل السيد قائد الشرطه المحترم ودعم المفارز المرور، كل الاجهزه الامنيه مشاركه بحمله توعيه وارشاد من يوم امس ولحد الان واليوم غد. بعدها سوف تكون محاسبه شديده لكل من يخرق القانون، الكل توعيه وارشاد للمخالفات لحزام الامان. بقيه المخالفات الجام مظلل تحجز، عكس السير تحجز،
عدم حمل المستمسكات، عدم بدون إجازة سوق، يحال إلى القضاء لينال جزاءه. الكل المخالفات تنبيه وتوجيه وإرشاد على قانون المرور بكافة تفاصيله. حاليا بعد يوم غد تكون الحملة على تنزل تطبيقها على الشارع، سوف تكون حملة مركزة لرصد كافة المخالفات من أجل إشعار وتثبيت القانون والسيطرة على الشارع. أهم شيء القانون ينفذ في الشارع، رجل المرور ينفذ الواجبات اللي صادرة إليه. كل المفارس ساندته، النجدة والدوريات، الأفواج أيضا مساعدتهم ويانا، الكل تعمل من أجل تثبيت القانون بالشارع. هذا يعني خلينا نشوف احنا دور المواطن. خلي كاميرتنا مفتوحه، يعني لا تسد الكاميرا. خلينا نوقف اي سياره، خلينا نسال السلام عليكم، شلون الصحه؟ لا تسمح لنا. شوف انت المفارز المرور اليوم موجوده؟ اي موجوده. يعني ما متضايق من الحزام او كذا او محاسبه؟ بالعكس هذا امان لنا. هي يلتزم به واهم شيء الالتزام. اللي يلتزم احسن لنا يعني. تعرف يعني النظام حلو هو طبعا النظام حلو، ماكو احلى من النظام. بعض المواطنين يعني ينزعجون من هذا. لا اهم شيء الحزام يعني، هو انا هاي امانه لي، لا سامح الله اذا صار حادث همينا هذا شويه هم يحمي. طبعا حتى نشكرك احنا عيونك يعني خلي كاميرته مفتوحه على الموبايل. الإرشادية الإجبارية الإلزام يقلب لي إياها، أسباب الحوادث المرورية، أسبقيات المرور، شروط المتانة والأمان، هذه حتى توفر لك السلامة. شلون سيد ممنون على سيد؟ يعني سيادة العميد، يعني هذه هاي الظاهرة الحلوة نقول عليها، بس بعض المواطنين يتنحسون من هذا الموضوع هذا. بالعكس يعني هي الحملة احنا نقودها تحت شعار حزامك امانك. الحقيقة هو يعني من سلامة السائق، احنا ماكو شيء يعني بالقانون اذا ما هو خدمة السائق. حزام الامان لا سامح الله بالحوادث هذا راح يحافظ على سلامة السائق من الحادث ومن السقوط من الزجاجة، كل هذا سلامة المواطن. إضافة إلى استخدام الهاتف النقال، حاليا أغلب الحوادث تصير عندنا هو سبب الهاتف. أيضا المواطن مشغول، مفارزنا من خلال التجوال على الطرق الخارجية وبالداخل أي مخالف نضبطه بيده التليفون ودا يخابر نوقفه ونفرض عليه غرامة وننبهه بأن هذا الإجراء غلط يا أخي، هذا الإجراء غلط. من تنزل كمل تليفونك على جهة من الطريق وسير وواصل مسيرك، لأن حياة الناس مو بيد شخص واحد، هذا الطريق للكل، لازم الكل تلتزم بالقانون من أجل توفير طريق آمن وسالك للمواطنين. ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويجنبهم شر الحوادث. ورجال المرور من تشريع على طول الطرقات بالداخل وعلى الطرق الخارجية يومياً في الليل وفي النهار من اجل تقديم الخدمه للمواطن. سيادة العميد خلي احنا يعني ننتقل الى فلتر ثاني. نعم. يا ريت من بدن كل الساده المشاهدين يعني اليوم هذه الاجراءات احنا نقول عليها يعني اجراءات حلوه بحق المواطن، يعني يجب على كل المواطنين من ليش يروحون، خلينا نحكي بصراحه، سيد العميد موجود. ليش انت من تروح لاي محافظه او اي بلد تطبق الامور المروريه، الحزام، التليفون ما ترفعه، ليش ما تطبقها بمحافظتك؟ ليش انت تستخدم غير يعني نقول عليه شلون نقول بنفس المكان، يعني بنفس المكان انت قاعد هذا، يعني تروح المناطق الشماليه تلبس حزام، ليش؟ تقول لكم ممنوع، زين اكو قانون، يعني سيد الوزير امر بالقانون بكل المحافظات العراق، يعني مو بس في محافظه مو. بالنسبه لموضوع هذا انا مثل ما قلت لك بلغتك، طبعا هذا الالتزام هو سيد المدير هسه يعرف هذا الموضوع، هذا يعكس حضاره المجتمع حقيقه. يعني احنا بعض الدول ما يحتاج توجيه السيد العام. نعم لا ما يحتاج، هو هذا اوتوماتيكيا الصبح يصعد السائق يفتح له يتاكد من سيارته يشيكها، حزام الامان من الشيء الثوابت يعني سياده العقيد تناشق العفو تناشق ويا السيد العميد، يعني بعض المواطنين من يروحون المناطق الشماليه يلبسون الحزام والتليفون مرفق، ليش ما محافظته؟ احنا هو هذا اللي يريده، يعني مثل ما دا يطلع
دا يطلع لبقيه الدول واكثر العالم. الحمد لله هسه السفر مفتوح والعالم تطلع وتشوف مدى التزام العالم بالاشارات المروريه بلبس الحزام. هاي اساسي، مثل ما يشغل السياره الصبح هو المفروض هاي قبل ما يشغلها هو يكون لابس هذا الحزام. هذا اول شيء. ثاني شيء اكو فد موضوع بعض السواق يجهلون انه السرعه المحدده، وسيد العميد يعرف السرعه المحدده داخل المدن يعني المفروض تكون 60 الى 50. سيد العفو مو صحيح هذا الموضوع. احنا نلاحظ كثره الحوادث على الجسور على الطرق لانه ما يعطي مسافه الامان. ثانيا والسرعه المحدده ما يلتزم بها. احنا من خلال برنامجكم ان شاء الله نحاول هاي المواطنين يلتزمون بهاي القضيه، انه هذا الموضوع بالنتيجه هو ينعكس لهم اكثر ما ينعكس لنا. احنا بالنسبه لنا جهه تنفيذيه ننفذ القانون. نعم. فقط هذا الموضوع لهم. حزام الامان ينفذ بالداخل وعلى الطرق الخارجيه في كل مكان. بالداخل حزام، بالطرق هو من خصص السائق اول ما يصعد بسيارته يرتدي حزام الامان. ونعاهد معالي السيد الوزير المحترم والساده المسؤولين والسيد مدير المرعام بان التعليمات والتوجيهات مالتهم سوف تكون دليل عمل لنا بالشارع، وإن شاء الله يطبق قانون المرور بحذافيره بتعاون كافة الأجهزة الأمنية لإنجاح هذه الخطة. أحبة المشاهدين الكرام، طبعا كل احترام والتقدير إلى السيد العميد عطا وقسم العلاقات والإعلام العقيد هيثم الشمري. راح نغادر هذا المكان، راح نشوف فلتر ثاني، راح نشوف مواطنين كذلك، راح نشوف نفس الإجراء. كونوا يعني أحبة المشاهدين الكرام. اللحظة مثل ما قاعد تشاهدون هذا الفلتر في أحد الطرق الخارجية لمدينة بعقوبة. خلينا نشوف السيد العميد عطا كذلك يعني سيادة العميد. كنا قبل قليل في داخل مدينة بعقوبة. حاليا احنا يعني مدخل المحافظة بالطرق الخارجية بالتحديد. يعني كل التريلات والمركبات الموجودة هنا دخولها لمركز المحافظة. حاليا ايضا عندنا من الساعة 7 باشرت مفارز على كل الطرق الخارجية. هدفها توجيه وارشاد الناس على مخالفة حزام الامان. حقيقة عندي سيطرة على طريق الخالص، وسيطر على طريق دل عباس، سيطر على طريق شهربان، وسيطرتين على طريق بعقوبة بغداد، واحدة بجديدة الشط وواحدة بالغالبية. الهدف اليوم اللي داخلين باتجاه مركز المحافظة بغداد الكل يبلغون عن طريق مفارز مرور الديالة بضرورة ارتداء حزام الأمان. وشاهدنا من الحملة مال الأمس واليوم اكو التزام كلش يعني جيد جدا. كل الناس تشوف المرور حاليا اغلب الناس مرتدي حزام الامان، واللي ما مرتدي ايضا يم رجل المرور يعتذر ويقوم بربط حزام الامان. ان شاء الله الحمله تستمر، وبعد غد ستكون محاسبه شديده جدا لمن يخالف، بالاضافه الى نشر كافه مخالفات قانون المرور الاخرى، عدم حمل الاجازه. يعني سياده العميد يعني مثل ما تفضلت قلت اليوم احنا مسموح، غدا يكون اكو محاسبه. نعم حاليا محاسبه شديده، حتى احنا نشوف ايضا اليوم اكو محاسبات، اكو الناس اللي مبلغينه وما ملتزم يحاسب. ايضا انت ترصد مخالفه مفارزنا حزام الامان، جاء مضلل ايضا دا يرصدونه يحجز ويزال التضليل وتطلق صراحه. مخالفات عكس السير مخالفه خطره جدا يتم حجزها وفرض الغرامه 200,000 دينار بحقه. اكو التزام ان شاء الله بعون الله تعالى وبتعاون كافه الاجهزه الامنيه الماسكه للارض مع رجال المرور، سوف يتم تطبيق القانون بحذافيره بعون الله تعالى. يعني اليوم احنا نشوف التعاون المشترك ما بين العلاقات والاعلام في قياده شرطه دياله وابطال المرور. ايضا توجيه السيد معالي الوزير للقاده الشرطه، قال لهم تعاون تام مع رجال المرور. احنا الداخليه يد واحده تعمل، سواء الشرطه، النجده، المحليه، المرور، بالشارع نتكاتف من اجل تطبيق القانون ورصد المخالفات اللي تاثر على حركه السير والمرور. يعني سياده العقيد، يعني تعليمات الوزاره والسيد اللواء الدكتور سعد معان بكل المكاتب في جميع المحافظات والتوعيه للناس والاجراءات الاعلاميه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا خلال التوجيهات الصادره من قبل السيد معالي وزير الداخليه المحترم، وايضا المتابعه الشخصيه من قبل السيد واحد اعلام الوزاره، ايضا خروجنا المفارز اليوم الثاني على التوالي برفقه السيد العميد عطا المحترم. طبعا حقيقه التوعيه كانت من خلال نشر التوعيه عن طريق موقع القياده الرسمي، عن طريق ايضا توزيع البروشرات بخصوص هذا الموضوع. طبعا حقيقه مثل ما تفضل السيد العميد، احنا اليوم الثاني على التوالي احنا نلاحظ
طبعا نسبه كل جيده، واحنا حاليا على الطرق الخارجيه ايضا تجولنا داخل المدينه برفقتكم. لاحظنا التزام حقيقه، يعني التزام بدون ما يكون ضغط على الموضوع، مجرد السيد العميد وقوفه ويلاحظ هذا الموضوع بشكل جيد. ايضا احنا مباشرين بهذا الموضوع مثل ما تفضلت ان اليوم الثاني على التوالي، ايضا راح العمليه تكون مستمره لحد ما ان شاء الله المواطن يكون هو التزام طوعي وليس بالتهديد والوعيد، بالعكس هو هذا الشيء فايدته اول شيء سلامته وايضا لسالكي الطريق. بارك الله فيك استاذ تعقيب. يعني خلينا نشوف احنا اي مركبه اذا تسمع عنا. السلام عليكم. شلون صاحب ممكن تنزل شويه جامع؟ منين جاي؟ من بلد روز. من بلد روز. وتجي ان شاء الله بعقوبه. ان شاء الله. احكي لنا بصراحه، يعني انت مش شفت المفروض زمان المرور لبست الحزام او لبست الحزام يعني بما انت موجود بالطرق الخارجيه. احنا دوم ملتزمين بالحزام. نعم. اي. شلون نشوف الاجراءات مال الحزام الامان؟ بالعكس ضروريه لنا. ليش مو يعني بعض المواطنين يعني من يروحون بالمناطق الشماليه او بالدول العربيه يطبق القرار هذا، ليش ما يطبقه بداخل المحافظه؟ والله استاذ احنا ملتزمين بالحزام هنا ملتزمين. مو؟ اي. يعني هذا الشيء شو تقول؟ كل الزين متعاونين ويا المرور هم متعاونين. شو تقول سيد معالي وزير الداخليه المحترم؟ والله الله يبارك فيكم. الله يعزك ان شاء الله. انت. ممنون لك، انا اشكرك. توكل بالله. يعني خلينا نشوف السيد المقدم مدير العلاقات يعني اليوم نشوفك سياده المقدم قاعد توزع هاي البوسترات، ايش تعني هاي البوسترات؟ بما انت مدير علاقات واعلام الحقيقه احنا تنفيذا لتوجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم والسيد مدير المرور العام المحترم، تستمر شعبه العلاقات والاعلام بحملات توعويه مكثفه لكافه مستخدمي الطريق من خلال توزيع المطويات اللي تتضمن قوانين وتعليمات المرور، قانون المرور رقم 8 لسنه 2019 النافذ. كذلك هنالك حملات لتوعيه اكثر عدد من شرائح المجتمع، القاء المحاضرات بالجامعات بالمرائب النقل الخاص، الهدف منها هو خلق مجتمع واعي ومثقف مروري. يعني مثل ما قاعد تشاهدون اليوم سيدي العميد مدير المرور، حتى القوات الامنيه كذلك، يعني اليوم سيدي القوات الامنيه الكل مشموله، حزام الامان يشمل الكل، رجل الامن واي واحد هو لازم يلتزم بهذا القانون، لذلك شوف اخونا بالقوات الامنيه ملتزم حزام الامان وطينات تعليمات حتى يلتزمون بها، وبارك الله بهم، بارك الله بالجهود الامنيه. اذا احبتي المشاهدين الكرام، طبعا انتهت جولتنا لهذا اليوم مع ابطال ساهرون من اجلكم. يعني شكر موصول الى السيد العميد عطا مدير مرور دياله، وكل الاحترام كذلك والتقدير الى ممثل قياده شرطه محافظه دياله من قسم العلاقات والاعلام العقيد هيثم الشمري. سيدي العزيز، يعني اليوم اخذنا دور كل المواطنين، اخذنا دور كل اصحاب المركبات، تعليمات السيد معالي وزير الداخليه المحترم، ما نريد نظلم اي بشر بهذا الجانب، يعني كلها عباره عن توعيه لكل المواطنين. نعم. بالعكس احنا اي ظلم ما يكون بهذا القانون، حزام الامان صمم لسلامه السائق، احنا من نطبقه هذا سلامه السائق، من نلزم السائق مخالف ما عنده اجازه ايضا نوجهه لمراجعه المجمع، نعطي اجازه حتى لا يعرض نفسه للمساءله القانونيه. بقيه المخالفات الاخرى عكس السير مخالفه خطره جدا، احنا من نحاسب السائق سلامه اله، راح تجي سياره مواجهه راح يصير حادث اصطدام لا سامح الله. فكل قانون المرور الفقرات اللي تنص به كلها في خدمه المواطن. صح اكو غرامه، المواطن من يشوف غرامه راح يلتزم بالقانون، راح يلتزم، فاحنا مضطرين فرض الغرامه من اجل فرض القانون بالشارع. اشكرك. اذا يعني من الدور الفعال الى علاقات واعلام قياده شرطه محافظه دياله، والتوجيه العالي من لدى السيد اللواء الدكتور سعد معن بنقل الحقيقه لجميع المكاتب في عموم المحافظه. سيدي العزيز، يعني هناك توعيه كل المواطن افتهم هذا الشيء، بان هذا فرض القانون هو جانب مهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من خلال هاي الحمله اللي اطلقها السيد الوزير بضروره الحمله نشر التوعيه لسائقي المركبات، ايضا نعاهد السيد وزير الداخليه المحترم والسيد معالي والسيد اللواء سعد معن بان تكون اعلام الوزارات خاصه واعلام قياده الشرطه المرآة العاكسه لجميع
قواتنا الأمنية من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة لعمل الإخوان في مفارز المرور من خلال تغطية نشاطاتهم الخاصة بتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بكل قواعد السير وكل من جهة لبس الحزام، وأيضا ارتداء الإشارة المرورية، الالتزام بالإشارة المرورية وكافة قواعد الالتزام بالأمور الخاصة بأمور السير.